السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا ترى. طبعا اليوم راح نتكلم عن قصة لعبة إنك جيم اللي الحين ماتت في الهاتف. اللايك واشتراك يلا هيا. فطبعا مع بإنك جيم سوى شهرته كان بسبب سيزون 3 من لعبة الحبار. فطبعا سووا ذي اللعبة. فبداية يعني لاعبين كذا عادي، لاعبين قليلين كذا، إلين ما صارت أك... أكبر قلت لعبة الحبار في تاريخ روبلوكس حرفيا. إيه. فذا الماب حقق نجاحات جدا كثيرة. بس اللي صار يعني التحديثات صارت قليلة، فبسبب ذا الشيء اللعبة ماتت. زي آخر مرة أنا لعبت فيها اللعبة كانت من سكاي تاور. عرفتوها ذيك اللي تكونوا انتم ذيك اللي يكون واحد منكم معاه الحديد ذي. ف ف هذا آخر تحديث حضرته للعبة، والحين ما عاد ألعبها. فاللعبة كانت حرفيا لعبة ناجحة لدرجة إن يمكن كانت من أكثر الألعاب اللي كانت اللي كانت يعني يحبوها لاعبين روبلوكس يدخلوها كل يوم. إيه فذي اللعبة على أول ما شفتها ما كنت أعرف اسمها. فلما بحثت لقيت خويي قاعد يلعب اللعبة. بس, بس أنا ما كنت داري إلين ما دخلت لقيت إن دي اللعبة أصلية، دي اللعبة الأصلية. فأنا حبيت اللعبة وأدمنتها. يعني كنت أنا أدمن جرو جاردن. فأنا قبل ما ألعب الجيم كنت أدمن جرو جاردن، يعني كانت أكثر لعبة مشهورة طبعا. فأنا جيت ألعب إن جيم بعد يعني ما صارت جرو جاردن ملل بالنسبة لي. فكنت أدمن اللعبة كثير. واللعبة الصراحة يعني ما قاعدة تجيب غير 30,000 لاعب. زي بلولوك، نفس بلولوك، متقاربين جدا جدا. فاللعبة ماتت. والحين بكلمكم على قصة الفوز الوحيد اللي أنا عندي إياه في ماب إن جيم. هذا له قصة أقسم بالله. يعني أنا تعبت عشان أجيب ذا الكاس. نبدأ. كنت أنا في بداية اللعبة كنت نوب، يعني ما كنت أعرف ألعب. إيه فأنا كنت أدرب نفسي إلين ما صرت أعدي حقة البسكويت، وصرت أحسن في اللعبة شوي. فكنت محترف يعني وقتها. فأنا قلت شكلي بدل اللعبة. قلت بحسب إن الفوز الواحد ذا ما بياخذ مني غير ساعة كذا. فكنت ألعب إلين ما صارت من ساعة إلى 8 ساعات حرفيا. ما قدرت ما قدرت أجيب فوق الكاس. إلين الحين ما جبت 8 ساعات. إيه فكنت أدمن اللعبة. فكانت اللعبة إدمان الصراحة لكثير لاعبين. وكنت أشوف فيديوهات كيف أفوز وكيف أجيب قدرات وكذا، والأكواد مع ما كان في أكواد بس يلا. فأنا كنت أدور إلين ما كنت ألعب. تخيلوا لي بعد ذا الفوز. يعني يمكن كثير أيام ما لعبت اللعبة، فيكون الفوز له سنة يمكن معاي. إيه فذا الفوز كان ثمين، لأن أنا ظليت في 19 يوم، 12 14 يوم عشان أقدر أجيب ذا الكاس. متخيلين 14 يوم للكفاح ذا كله. الحين أقول لكم كيف جبته. بداية في أول يوم
كنت أتيب مع ناس، لين أجايبكم واحد من الأيام تيبت مع واحد اسمه ما أدري شو اسم حسابه والله. إيه، فكنا نلعب، فهو أنا كنت باحسب إن أنا باكون بالمراكز الأولى، بس هو يعني الصراحة ما غدر فيني والله، صراحة ما أكذب، هو كان يساعدني، فهو كان يعني محترف الصراحة. فهو لما وصل معي نهائيًا ضد واحد، فهو كان ذاك قاعد يقول له عطني الفوز، تكفى. في فيجي يموته. فاللي صار بعد ما رجعنا لللوبي فجأة، آه، صار يعني ندم إن ما فوزه. فأنا قلت له عادي. قال لي وش عادي؟ أنا حطيت قلب الشخص، إيه، وأنا كملت التيمات، وناس يقدرون فيه وناس يساعدوني وناس كذا، إلين ما يجي اليوم رقم 14 تحديدا، أتوقع مع خويي. إيه، فكنا نلعب أنا وياه متهيبين طبعا. كنت بدايته كنت لاعب يمكن للساعة 12، فجيت للساعة فجيت الساعة 7. كنت قاعد ألعب لي 7 ساعات 8 ساعات. في الساعة 7 كنت قاعد ألعب آه، كنت قاعد ألعب جيمات عشان أقدر أفوز. إيه، فزت كل الأجيال باقي له الجيم الأخير ضد ما أدري مين. المهم، فأنا حرفيا بعد كفاح 14 يوم قدرت أجيب ذا الفوز. يعني بتخيل فوق 78 ساعة قدرت أجيب ذا الفوز. أقسم بالله ما في أحد ذا العالم يضيع وقت على ذي اللعبة. اللي يقول لي هو الفي اي بي يا رجال، ذولا سهل انهم يفوزون، لان معاهم اشياء، يعني معاهم الاشياء كثيرة عشان يقدرون يفوزوا. فانا كنت اتمنى انه يجيني اي جيم باس من ذوي الجيم باسات. ف وانتي الفيديو حقنا هنا، لا تنسى اللايك والاشتراك، يلا هيا بنا.